صفر مقابل صفر. اتحاد الحراش وشبيبة القبائل. يا دوخة با 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 جول. دوخة يخطئ ويمنح هدية لفريق شبيبة القبائل بعد 11 دقيقة لعب. يا له من خطأ. الخطأ الأول كان من عدلان قريش الذي عاد كرة لا ترد ولا تعاد هكذا للحارس دوخة. في نهاية المطاف الشبيبة تفتح مجال التسجيل بهدف يفجر الجهة اليسرى من مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي. فريق اتحاد الحراش يخطئ والشبيبة لا تفوت. مباراة من هذا النوع بالنسبة لنا كمشاهدين كان يجب أن يحدث فيها أمر مثل هذا، يعني هدف حتى تصير أجمل وتصير أفضل. الهداف اسمه حميدي فارس البلدوزر الذي يسجل هدفه السادس في كأس الجزائر هذا الموسم ويمنح التفوق لشبيبة القبائل من خطأ فادح بين المدافع عدلان قريش وبين الحارس عز الدين دوخة الذي قلت عنه بأنه يطرد